ازاي يا صاحبي تعمل صورك زي الصور اللي هتظهر قدامك دلوقتي؟ طيب الموضوع سهل، بس كل اللي عليك تكمل الفيديو البسيط ده. طيب في صور كتير ظهرت قدامك وظهرت قدامي بالشكل ده. هعرفك دلوقتي اسم التطبيقات اللي بتعمل الصور دي، بس للاسف لو انت اندرويد فالصور علشان تعملها بالشكل ده مش هتكون مجانا، لازم تدفع فلوس. طيب اقل حاجه كام؟ اقل حاجه $4، وانا بقول لك بلاش تدفع. انت ممكن تعمل حاجه، لو تعرف مثلا حد معاه ايفون او حاجه ممكن يعمل لك الصور بتاعتك عادي. هو مش ايفون بيكون فري وبيديله ليميت معين في اليوم، يعني هو يقدر يعمل صور زي ما هو عاوز. تمام. طبعا هتعمل ايه علشان تعمل الصور دي؟ سواء بقى انت اندرويد لو انت عاوز تدفع فلوس، وانا بقول لك لا لحد ما ان شاء الله كده يمكن يحصل ابديت او حاجه في التطبيق وينزل مثلا فري برضو للاندرويد. الافضل ان انت تتابع القناه بتاعتي على التليجرام، هسيب لك الرابط، علشان طبعا لو لقيت نسخه فري هرفعها عندي على التليجرام، مش هنزلها على اليوتيوب علشان المخالفات. تمام. طبعا التطبيقات زي ما انتم شايفين، تطبيق اسمه لينسا وتطبيق اسمه داون اي اي تقريبا. تمام، زي اللي هيظهروا قدامك وانا ببحث كده على جوجل بلاي. هجيب لك التطبيق ده وهجيب لك ده، واللي يعجبك نزلهم، هما الاثنين واحد. تمام. ويفضل ان انت تنزل تطبيق لينسا، هتلاقي كمان عدد التحميل عليه فوق ال 10 مليون. طبعا التطبيق ده تمام، زائد ان هو بيضيف لك حاجات تانية مجانا، يعني تقدر ان انت تعدل على صورك، تشيل الباك جراوند بتاعت الصوره وتحط اي باك جراوند انت عاوزها. وزائد ان في اضافات تانية كتير قوي هتعجبك لما تنزل التطبيق. تروح كده تجيب صوره ليك تعملها شير على التطبيق، هيبدا يفتح معاك الحاجات اللي هي تقدر تستخدمها مجانا. تمام. طبعا هتنزل التطبيق، وهنا التطبيق لو انت ايفون زي ما قلت لك هيكون فري. فكل اللي عليك طبعا اول ما بتدخل على التطبيق بتديله الصلاحيات اللي هو بيطلبها منك. بعد كده بيقول لك لو انت عاوز تعمل صورك افاتار فلازم تحط لي كده صور من 10 كحد ادنى لحد حد اقصى 20 صوره. بتحط كده صور ليك، ويمكن هو جايب لك كده في بعض الملاحظات تحط صورك مظبوطه علشان الصور تطلع باعلى جوده، وتطلع اللي هو حرفيا انت اللي في الصوره، ما يطلعلكش اشكال تانية او مثلا شبه ما يكونش مقارب ليك. فالافضل ان انت تصور صور قريبه ليك، ويفضل ان هي تكون سيلفي. تمام، زي الصور اللي ظهرت قدامك. وبعد كده هتبدا ترفع الصور بتاعتك، وفي خلال طبعا 8 او 10 دقائق على حسب الوقت اللي هيجي لك الصور بتاعتك بتكون اتعملت. طيب بيجي لك كام صوره؟ بيجي لك صور كتير قوي، يعني الصور اللي انت هترفعها وهتعملها بيجي لك عليها اشكال كتير قوي. فانت بتبدا تالف في الاشكال دي، والصوره اللي بتعجبك انت بتحملها عندك على الموبايل بتاعك. فلو انت ايفون يا صاحبي روح حمل التطبيق، هتلاقيه عندك على ابل، هتبدا تنزله وبعد كده تبدا تدخل. هو سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. ونفس الكلام في الاندرويد، بس للاسف الاندرويد بيطلب منك ان انت تشحن. فانا بقول لك بلاش تشحن، ان شاء الله يعني قريب هيكون في نسخه وهبدا ارفعها على التليجرام، وممكن يحصل ابديت او حاجه في التطبيق ان انت تستخدمه فري. ولو انت طبعا تعرف حد معاه ايفون ممكن تطلب منه ان هو يعمل لك صورك. تمام، وهيعملها لك وهيبعتها لك عادي بدون ما تروح تدفع فلوس في حاجه انا مش شايفها ان هي مهمه قوي. هو فعلا في ترند على السوشيال ميديا، في كل مكان بتلاقي الصور دي، بس اللي يعجبك طبعا لو انت عاوز تشحن فدي حاجه ترجع لك، مش عاوز يبقى تستنى النسخه المجانيه او تشوف اي حد مع ايفون ويعمل لك صورك. تمام. حبيت بس اعرفكم كده التطبيقات، لان في ناس فعلا يعني في بعض الكومنتات اللي شفتها لقيت في ناس كتير قوي ما تعرفش التطبيقات اللي بتعمل الصور دي. تمام. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه، تفعل زر اشعارات علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.